بغيت نعرف واش كتسناي، راه العيد ما بقى ليه والو. نوضي لاله برعي لي راسك وتهلاي ليا في الوجه وفي اليدات وفي الرجيلات، وغادي ترجعي بالله راه كتشعلي بهاد الوصفات اللي غادي نعطيك اليوم. غترحمي لي الوالدين، غادي نخلي رجيلاتك تيشعلوا وجهك تيشعل ويديداتك تيشعلوا. ما تنسينيش من اللايكات والتعليق ديالك والبارطاج للناس اللي تا هما محتاجين هذا الفيديو هذا. الله يكبر بكم، وشوفوا الفيديو كامل باش تستافدوا منه من الاول حتى الاخير. السلام عليكم يا احلى متتبعات على قلبي. اليوم باذن الله غنشارك معكم اروع واحسن روتين اللي غتشكريني عليه، وبالاخص الناس اللي عندهم اثار الشمس. اول شيء غادي نحتاجه في هذا الفيديو هذا او في هذا الروتين هذا، غادي نحتاجه المقشر اللي غادي نحتاجه فيه ملعقه ديال القهوه وملعقه ديال سكر سنيد السكر الخشن، وكذلك زيت جوز الهند الاصلي 3 ملاعق صغيره. وغادي نمزجوا الخليط كيف ما كتشوفوا الان في الصوره. اش نقول لكم البنات، الا استعملتوا هذا الروتين هذا لا من المقشر ولا من الخلطه العجيبه اللي غادي نعطيكم، غتشكروني وغادي تشوفي ما شاء الله كيف غادي ترجعي. غير تبعي هذا الفيديو هذا من الاول حتى الاخير باش تشوفي ما شاء الله ما شاء الله النتيجه من اول استعمال. كيف ما شفتوا البنات، المقشر استعملته للوجه ديالي، للرقبه، اليدين، للذراع ديالي. وما نقولش لكم على واحد الرطوبه هنا البنات كنفرك، ولكن بتأني غير بشويه باش تقشر لكم البشره ديالكم وكذلك العنق، لأن العنق باقي فيه آثار الشمس وآثار يعني ديال البحر. عرفتوا هنا يا البنات واحد النعومه واحد الرطوبه، كتحسوا الجلد ديال وجهكم بحال الجلده ديال الاطفال الصغار ديال الوليدات اللي عاد كيتزادوا. واحد الرطوبه راه ما نقولش لكم راه خياليه، فقط بهاد المكونات الاولين اللي عطيتكم. سنيده عندكم، القهوه عندكم، كل شيء عندكم في الدار. هنا الوصفة الذهبية بالنسبة لي أنا والله العظيم البنات. هنا غادي نحتاجو ياغورت طبيعي مسوس، نحتاجو تقريبا النصف ديالو كيف ما شفتوا أنا استعملت، ولكن في الأخير زدت كملته كامل لأنه استعملته حتى القدمين ديالي. وهنا الملعقة الذهبية اللي هو الكمون، يعني ما نقولش لكم البنات غزال 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 البشرة، غني بالبوتاسيوم والسيلينيوم والنحاس وكذلك المغنيسيوم اللي كيعطينا واحد النضارة والإشراقة وتجديد الخلايا في البشرة. ما شاء الله واحد اللمعان واحد البياض رائع وخيالي من اول مره اعطاها ليا. ولكن الا بغينا نزيدو اننا نخليو البشره ديالنا تولي تتبري وتولي كذلك بياض فتاك، نستعملوا هذه الوصفه هذه مرتين حتى 3 مرات في الاسبوع. استعملوها للاماكن اللي عندكم فيها اسمرار او حروق الشمس. اش نقول لكم البنات، عرفتي فاش حطيتها البنات على البشره ديالي برد لي البشره، واخا انا ما عنديش حروق، ولكن يعني فكرت انه الناس اللي عندهم سكن حروق غادي يبرد لهم البشره ديالهم وغادي يعطيهم واحد الانتعاشه. كذلك البنات يعني فاش حطيته على اليدين وكذلك فاش حطيته على الارجل ديالي، لاننا الارجل ديالي هما اللي يعني كلاو بزاف 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 ضربات الشمس، وكذلك اليدين وكذلك العنق. الوجه ديالي كنت حامياه واخا هكاك البنات خدا واحد شويه، لذلك خاصنا فاش نديروا وصفه نديروها لجميع المناطق اللي حنا شايفين فيها اسمرار، شايفين فيها حروق. على لمعه تيعطي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يعني هانتم وجهي كيف ما كتشوفوا قدامكم ما فيه حتى شي حاجه من غير اللمعه ديال
هاد الوصفات الطبيعيه اللي كتعطينا واحد الاشراقه وواحد الجماليه للبشره ديالنا بلا ما نحتاجو حتى شي حاجه كيماويه. هذا البنات الفيتامين سي اللي كنموت عليه. هذا البنات كنديروا البشره ديالي اما هو البنات اما الفيتامين او، كيعطيني واحد اللمعان، واحد الرطوبه للوجه ديالي، واحد ما نعرفش نوصفها، ولكن جربوها البنات. الناس اللي ما عندهمش هذا الفيتامين سي يستعملوا اي كريم تيديروه للبشره ديالهم، يستعملوا اي زيت كيديروه للبشره ديالهم، بحال دابا الزيت ديال اللوز الحلو حتى هو البنات غزال للبشره. ما نقولش لكم البنات يعني عطا الله ما نديروا للبشره ديالنا باش نحافظوا عليها ونحميوها من الشيخوخه ونحميوها من التجاعيد باش تبقى معنا مده طويله. كنتمنى منكم انكم ما تبخلوش عليا باللايك للفيديو والبارطاج باش تعمل فائده للجميع. هاد الوصفه هذه البنات راه ما استعملتهاش فقط للوجه ديالي والعنق واليدين، استعملتها حتى الارجل ديالي. وهانتوما الارجل ديالي كيف ما كتشوفوا هما اللي واكلين شويه العصا مع الشمس راكم عارفين، ومع المده يعني الاستمراريه ديال الوصفات ما شاء الله ما غتبقى حتى شي حاجه. ديجا راني شاركت معكم وصفه ديال الارجل حتى هي كنديرها. اي حاجه فيها وصفه طبيعيه ومكونات طبيعيه نستعملوها ما غتوقع حتى شي حاجه، بالعكس كتعطينا واحد النتيجه واحد الفعاليه ما شاء الله. فاش غادي تستعملوها واخا نعيا نهضر راه حتى تجربوا نتوما عاد تحكموا بنفسكم. صافي هنا البنات كيف ما شفتوا خليتها حتى نشفات، بقيت كنمررها على الرجيلات ديالي. صافي هنا دوزتهم على الرجيلات ديالي بجوج وغسلتهم، وحسيت انه كاين الحمد لله واحد الفرق اللي غزال اللي غادي نعاود مره اخرى عاوتاني نصاوب الوصفه ونعاود نديرها لوجهي وليدي والعنقي والرجيلات ديالي باش البنات كيف ما كتشوفوا ما شاء الله ما شاء الله. كنوريكم يديداتي جيت للضو ديال النهار باش كيبان لكم يعني ما كاينش بحال الضو ديال النهار. وريتكم العنق ديالي اللي حماقيت على اللون ما شاء الله كي كان اللي توحد ليا، لانه كان عندي الفوق سمر وكان التحت ابيض، ودابا الحمد لله يعني توحد ليا اللهم لك الحمد. ونتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم ومع السلامه.